مشاهدينا الأكارم في كل الأماكن، مرة أخرى نحييكم وبرنامج فضفض نطل عليكم من خلال اللقاء الثاني في هذا اليوم، نصف نهائي الثاني الذي سيجمع بعد قليل منتخب الأرض والجمهور، منتخب البحرين والمنتخب العراقي صاحب ال9 نقاط في الدور الأول. في البداية نبارك للمنتخب الإماراتي التأهل بعد الفوز على منتخب الكويت قبل قليل، ولكن خلونا نشوف الأجواء قبل المباراة. وهذا البحرين ما تغلبونا، هذا البحرين ما تغلبونا. والله اتمنى حق منتخبنا اليوم فوز يا رب، انا اقول يا رب والباقي على الله، احنا نقول يا رب. ان شاء الله تكون لحظه حلوه واليوم لما نشوف دموع فرح، ان شاء الله ما تكون دموع حزن يا رب. فريقنا شباب وفيهم البركه ان شاء الله، وان شاء الله اتمنى يعني انا اتوقع 2-0 يعني ان شاء الله 2-1. متحمس حق المباراة يما؟ اكيد عندي احساس داخل لو راح الجمهور يطلع هاللود خسران، راح ان شاء الله باذن الله نطلع بنتيجه زينه. وان شاء الله مثل ما قلنا هذا البحرين ما تغلبونا باذن الله، ان شاء الله اليوم منصورين وبنفوز على العراق 2-1 ان شاء الله. جايين حق كاس الخليج، جايين قولوا جايين حق كاس الخليج، منصورين ان شاء الله. انا عندي عتب صغير يعني على منظمين البطوله والملعب، يعني الملعب كله مفول بحرينيين واحنا خالينا ورا الجول. ليش؟ يعني هذا مكان مال جمهور عراقي حاضرين بملعب عازين وحدنا، يصير هذا؟ المباراة ان شاء الله فايزين وبعون الله. دفاعنا قوي وحارس المرمى نور صبري ان شاء الله حيرفع راسنا اليوم. شو صد الرافدين وخايفه؟ لا احنا فايزين 100% فايزين. مباراة كبيرة وحماسية، وإن شاء الله بإذن الله العراق راح يتأهل إلى النهائي ويقابل الإمارات والكاس إن شاء الله إلى بلاد الرافدين. والله شوفها مش قوية، قنبلة صراحة، قنبلة. احنا اللي اسسنا الملعب واحنا اللي نلعب فيه. احنا اللي اسسنا الملعب واحنا اللي نلعب فيه. هكذا هم العراقيون يتمنون أنهم يفوزون في المباراة، ولكن في أرض الملعب ربما يكون كلام آخر. إلى الملعب، هو كان برا حدود المرمى، خطيره يونس محمود اول هدف اللقاء، عملها السفاح. نعم عملها مره وجت في ثاني مره، ظهر السحاب فجاء المطر، وهل يرتجى مطر بغير سحاب؟ العراقي عملها بعد غياب، ويا فرحه كل الاحباب. مشاهدينا الاعزاء، المنتخب العراقي يسجل الان على المنتخب البحريني. مبروك الهدف الاول. مبروك العراق، ان شاء الله ياخذ الكاس. ان شاء الله الكاس عراقي من هسه اقول لك اياها، الكاس عراقي ومن الكاس فايزين ان شاء الله، وراح تجي جول ان شاء الله. فايزين عراق. اذا مشاهدينا الاعزاء، فرحه كبيره للجمهور العراقي. في المقابل ربما البحرينيين لم يهدأوا، هدأوا شوي بعد الهدف الاول. الى حمد الشملان لرصد الجمهور البحريني. أول فرصة هدف. ان شاء الله الحين احنا ربعنا يتحسنون ويبون الهدف الاول. ان شاء الله الشوط الثاني يكون احسن، نقدر نحاول نيود اللعب ونقدر نسوي اتليست فرص اكثر ونحاول نسجل. والله الحظ خدامهم توس ما يلعب لطيف وفوزي. العراقيين مثل اتوقع يعني راح يعملون مثل سيناريو مباراة السعودية، شوطوا ويا بجول وقفلوا. الشوط الثاني يمكن يلعبون على فاول ولا على اي شيء، بس احنا نتمنى من ربعنا انه يلعبون كرة سريعة اسرع، كرة ارضية، يكون عندنا ثقة في نفسهم، يقطعون عنهم الكرة العالية ما راح تفيد وياهم.
حلوة 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 حلوة. حسين بابا يا بابا يا بابا يا بابا، انت بابا وانت بابا وانت ده انت كل حاجة يا رجل. قلبك الله عليك، الله الله عليك، الله الله عليك، قلبك الله عليك، قلبك الله عليك. يبهر اللي لقاك بلعبك ومستواك، وصل الانجاز يا احمر، وصل الله معاك. هدف تعادل في الوقت المثالي، شو تقول؟ صراحة يعني الهدف المثالي اللي جاء في شوط المباراة الأول الثاني صراحة يعني يرفع معنوياتنا، وإن شاء الله يعني المنتخب البحريني يقدر يسجل الجول الثاني ويرفع رؤوسنا إن شاء الله. دام المشجعين الحلوين هني شلون ما يقدر؟ مشجعين هني شلون ما يقدر؟ قول لي انت حاشني شلون ما يقدر؟ والله قلت تو الناس والجمهور ان شاء الله بنشوف اقوال زياده حق المنتخب، والمنتخب قادر يفرح الجمهور ذي كله. الشوط الثاني بان رجال صراحة، الشوط الأول ما خذوا الجو المباراة، لكن الشوط الثاني رجال ما يقصرون اي عليهم، والله فرحونا، وان شاء الله الثاني جاي، الثاني باذن الله جاي بعد. قادرين على الفوز اليوم؟ ان شاء الله الفوز حقنا ان شاء الله، والكاس حقنا بعد ان شاء الله باذن الله. ما في شيء ان شاء الله الفوز بحريني ان شاء الله، والثاني زميلي مشعل. هنا اكيد الافراح بعد خيبه الامل في الشوط الاول، عوده في الوقت المثالي، جماهير كبيره. اتصور قد يكون الاقرب للتعادل او الاقرب حتى للتاهل من خلال هدف التعادل. زميلي مشعل، فرحه بحرينيه، شو الاجواء هناك في العراق؟ تفضل. شكرا لحمد الشملان، واعتقد بان البحرين عادوا وحاله من الذهول حقيقه عند الجمهور العراقي الان، يعني عاد البحرين عليكم. لا ان شاء الله المنتخب العراقي يعود مره ثانيه ان شاء الله. يسجل ان شاء الله الثاني، وان شاء الله احنا صاعدين للنهائي ان شاء الله. انت شفت بدت الشغلات اللي احنا قلناها، بدت الفاولات اللي غير مبرره، يعني بالاحتكاك البسيط، احنا يعني من ما حكينا الاحتكاك البسيط بدا واضح، يعني بشتى الوسائل لازم يجيبون جول، بس احنا فريقنا عازم، والعراق ان شاء الله مستمر باللعب ويجيب الثاني. دائما العراق مثل العنقاء، يصعد من جديد ويبني من جديد ويفوز من جديد، وان شاء الله الوقت موجود، وحاليا 1-1 يعني اكيد العراق منتخب الصعوبات، دائما معودنا يرفع روسنا فوق. وصلنا للبلنتيات، شو تشوفها؟ والله ان شاء الله العراق طبعا، ان شاء الله العراق هم الفايزين، ان شاء الله العراق. صعب الوضع ويعني بس ان شاء الله النور صبري قدها ويصد. ضربات حظ معروفه، يعني لاعبين عالم ضيعوا فرص. البلنتيات راح يفوزون متاكد العراق. باقي لحظات تبدا ركلات الاعصاب الترجيحيه، في ناس وايد يسمونها الاسم، ايش رايك؟ انا ما كان ودي نوصل لهاي الركلات ابدا، يعني توقعت انا تعادل في الشوطين، وفي الاكسترا تايم توقعت البحرين تجيب، وضيعت وايد فرص خطيره كانت. كله بيقول يا رب يا رب. احس قلبي بيطلع. محمد حسين وكل جماهير العراق بتقول يا رب. قلت لك نور يطلع اثنين وطلع واحده وبعد واحده، ولعيونك. ايوه هاي لعيونك هدف، وهاي لعيونك جول، لعيونك جول، لعيون الكاس، لعيون الكاس، لعيون الكاس. حبيبي الغالي هاي حنصدها، هاي نور راح يصدها ان شاء الله، ان شاء الله. فوزي عايش تعادل. قاعدين على اعصابنا، وايد قاعدين على اعصابنا. يا رب نفوز يا رب. الله يستر. وليد سالم كان عنده اصابه، وليد سالم يا ولد. مسجل فوزي عايش، سيد ضياء يا ولد. باذن الله
راح يصدها. اذا ما صدها يصد اللي وراها، واذا مو اللي وراها يصد اللي وراها. عبد الرحمن الملوت، عبد الرحمن الملوت تصدى نور. نور صبري، مبروك للعراق، مبروك للعراق، مبروك للعراق، مبروك للعراق. وايد كان خطرنا احنا نركض من الركبة، ولا مرة فرحنا، ولا مرة فرحنا، كله قهر، كله قهر. ذبحنا واحنا نصبر. انا ما عندي اجابات حق ولا شيء، هم لازم يردون. كم فرصة ضيعوا، اخر امل عندنا. اول مرة يتأهلون، اول مرة نفرح، ما كملوا فرحتنا. لاعبين صغار يمكن ما قدروا على الضغط الجماهيري ذي وعلى البلنتيات اصلا. السيد ما قصر الحارس، ولكن نفس ما قلت لك من قبل لاعبين صغار. 50% من قوة منتخبنا من الجمهور هذه اللحظات، بس المنتخب يحتاج له شغل أكثر. بالعكس كفوا ووفوا، وهذا كرة القدم. نتمناه أن وصلنا هاي، يعني كنا جديرين أن وصلنا هاي، لكن بعد هذه الكرة يعني. ليش البحرين ما قدرت تحسم الأمور قبل حتى ركلات الجزاء؟ احنا ما عندنا المهاجم لو ممكن يخلص الكرة للأسف. يعني في هالدورة المهاجم منا يعني حتى الجول اللي جانا الكرة ثابتة، يعني ما عندنا مهاجم يخلص الكرة. هاي المشكلة. شكرا. إذن زميلي مشعل، كانت هذه أجواء الجماهير البحرينية، أكيد أجواء حزينة بعد الخروج المرير. مرة أخرى الجماهير البحرينية لا تعرف الفرح البطولات الكروية التي تقام على أرض مملكة البحرين. زميلي مشعل، أكيد هناك أفراح والليالي الملاح، ولكن وين؟ عند العراق. تفضل يا مشعل. النهائية، العراق وصلوا إلى المباراة النهائية. مبروك مبروك. أول شيء نبارك بفضل جهود اللاعبين حققنا الفوز، وإن شاء الله ستحمل الكأس العراقية. إلنا الكاس، إلنا قلنا لك نور يصد اثنين. أنا قلت لك نور يصد ضربتين، صد لو ما صد هاي وحدة، وهاي بوسة لحم السلطان. الله يبارك فيك، وقلت لك ولعنا 5 و2 5 إن شاء الله والكاس لنا، الكاس عراقي، وإن شاء الله العراقيين ما يخيبونا سود. العراق قلت لك يفوز العراق. عراق. هذا العراق، هذه راية الله أكبر رفعها المنتخب عالي، وإن شاء الله رايتنا دائما عالية. مبروك للجماهير العراقية في كل مكان، ألف مبروك. العراق وصلت إلى المباراة النهائية، وهذا طبعا متوقع على المستوى اللي قدموه العراقيين. نبارك للإماراتيين الوصول للنهائي، ونقول هاردك للبحرين وجماهيره، وهاردك أيضا للكويت وجماهيرها. مشاهدينا، نلقاكم إن شاء الله في المباراة النهائية. حتى ذلك الحين تقبلوا تحية فريق العمل كله بدون استثناء، فريق عمل برنامج فضفض. نلقاكم في النهائي، إلى اللقاء.